ردد معي. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. في عام 1932 أصدر الملك فاروق ملك مصر وقتها مرسوما ملكي بإنشاء مطعم فاروق الخيري، واختار مكانه يكون في باب الشعرية. المطعم كان بيقدم وجبات عبارة عن رز وخضار ولحمة وفاكهة، وده كله بقرش صاغ واحد بس. وكان الناس وقتها والمترددين على المطعم بيسموه تكية فاروق. أبواب المطعم كانت مفتوحة 24 ساعة، وبه أمهر الطهاة والطباخين وقتها. كان الناس بيقصدوا المطعم يسدوا جوعهم، وكانت المعاملة آدمية تليق بيهم. ما حسستش حد وقتها إنه بياكل بلاش، وما كانوش بيسألوا اللي داخل انت فقير ولا غني. اللي بيدخل بياخد وجبته وياكلها ويمشي، معاه دفع مش معاه برضه بيمشي. كان الملك فاروق وقتها بيشرف بنفسه على المطبخ، ويوميا عارف ايه اللي بيحصل فيه. وفي عام 1941 نشرت جريدة المصور قصة مصورة عن عائلة قادمة من حي سكني بسيط منذ وصولهم إلى المطعم في شهر رمضان الكريم، وهم بيتناولوا الأكل فيه. وذكرت الصحيفة إن الست بعد ما كلت هي وأولادها ملت وعاء كان معاها ومشيت من غير ما تدفع ولا مليم. فضل المطعم شغال بلا توقف يوميا حتى جاءت ثورة 23 يوليو، وتم تأميم جميع ممتلكات الأسرة الحاكمة، وأغلق المطعم ولم يبقى منه سوى ذكرى ويافطة مكتوب عليها مطعم فاروق الخيري.